قريبة منهم، يقولوا لها عمي شو انطيني هذا الجهاز وايش طايح حظنا غيره، صار لنا يومنا بهالحفرة حتى الكلب ما انحصر هالحصرة. بس من لا شاره يقررون يمشون بكلامها. اوروشي ما شاء الله تطلع عنده قوة خارقة وقدر يطلعهم من هالحفرة. ابن الكلب اذا عندك هيك قوة خارقة على وش حابسهم يومين هنا شطيحان الحظ هذا. المهم يطلعهم كلهم ويمشون وراء اشارة الجهاز لحد ما يوصلون للبراكين. وكانت الطوبة النارية عجهة اللخم من البركان، بس تفاجئهم حيوانات شكلها يلعب 66 نفس تبدي تهاجمهم، وبدا افراد قدروا يخلصون عليهن كلهن. يوصلون للجهة الثانية مال البركان وجوكو ياخذ الطوبة النارية، بس تفاجأ صديقة بيكولا واللي يكون اسمها مي، تدخل وياه بنزال عنيف، بس جوكو يخبزها خبز العباس ويطيح حظها. وهذا روشي مدري دبسوراشي يروح لكهنة المعبد يقول له رحمة لأمك ما سوينا تعويذة لك حتى نحبس بيكولا وتخلصنا منه من فدوى اروح لهاي صلعيتك. وبهاللحظة نشوف تشي ومي داخلين بتحدي وصايرة مالخ بينهم، بس مي العوبة تاخذ من تشي نقطة دم، ولا سبب حكام الحلبة يقصون مين من التحدي لأنه خالفت القواعد. جوكو يوصل ويبارك لتشي لأنه فازت عليه هذيش العرمة، وروشي ياخذ جوكو بغرفة ويدربه على فد اسلوب اسمه هانيها. شباب هاي احسها ضحكة مو اسلوب. المهم يبدي يتعب عليه ويدربه حتى يفوز على بيكولا. وفكرة هذا الاسلوب انه لازم واحد يخلي ايمانه بالله قوي ويستجمع كل قوته ويشمرها على الشخص اللي يريد يعلسه، وفعلا يقدر يطلع نار من ايده ويشمرها. شباب الكذب صار بلنا ملح، بس اريد افتهم هاي النار من دا تطلع، شنو اكو برامز بيدهم؟ المهم بالليل بولمار وهي من خمده تحس اكو صوت جاي من غرفة جوكو، تاخذ مسدسها وتروح تشوف شكو وتشوف تشي وهي طالعة من غرفة جوكو. تستغرب وخصوصا لما تشوف جوكو اصلا جاي من غير مكان، وهي تعرف انه تشي